يلا بينا نتشارك مع بعض في الثواب الجميل ده في عز الحر اللي احنا فيه ده، بنموت من العطش حتى واحنا قاعدين تحت سقف بيوتنا. حتى في عز الليل برضه بتبقى عطشان من كتر الحر اللي انت فيه. متخيل بقى عامل النظافة اللي ماشي في الشارع في عز الشمس ده حاسس بايه؟ متخيل الست الجميلة اللي قاعدة بتبيع جرجير في السوق ولا خضار علشان تأكل عيالها بالحلال في عز الشمس حاسة بايه؟ متخيل سواقين الميكروباصات والاتوبيسات والتكاتك اللي برضه بيسعوا على اكل عيشهم بالحلال حاسين بايه؟ اللي انت تقدر عليه اعمله. قادر تجيب صناديق او كرتونات كده، ازايز ميه وتسقعها عندك في ثلاجتك او في الفريزر وتنزل توزع على الناس دي على قد ما تقدر. هات بقى العدد اللي انت تقدر عليه، لو حتى هتجيب كرتونه واحده بس الثواب اللي انت هتاخده ده كبير قوي عند ربنا سبحانه وتعالى. ده سقيا الماء يا جماعه وكلنا اكيد عارفين ثوابها. تخيل طيب معايا لو انت حد بسيط وعلى قد حالك، ويا مروه انا عايزه اشارك في الثواب ده وعجبتني الفكره بس انا مش معايا اجيب كراتين ميه وعايزه اعمل اللي انت بتقوليه ده. ازازتين ميه هتسقعهم في تلاجتك الجميله وهتشتري ب 20 ب 30 يعني بالمبلغ اللي تقدر عليه كوبايات بلاستيك كده تكون شاطفها وغسلها عشان طبعا نروي الناس في حاجه نظيفه، وتصب يا سيدي في الكوبايه وتوزع. وخد الدعوات الحلوه دي اللي هتفك كربك وهتشفي مريضك وهتسد دينك وهتنيمك على المخدة مرتاح. ده في الدنيا، وفي الآخرة جايز تكون هي السبب في شرب هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا من إيد النبي عليه الصلاة والسلام، يلا صلي عليه. وجايز تكون هي السبب اللي تخلي ربنا سبحانه وتعالى يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله. وجايز تكون هي السبب في غفران ربنا ليك في الآخرة، وإن هو يقول لك ادخل الجنة من أوسع أبوابها. اوعى تستصغر الثواب، اوعى تقول ده قليل او ده مش هيعمل حاجه. لا لا لا، ده عند ربنا عظيم والله. كفايه ان انت فكرت في غيرك، كفايه ان انت دخلت سرور على مسلم، وانتوا اكيد عارفين ثواب ان احنا ندخل سرور على مسلم قد ايه كبير وعظيم عند ربنا سبحانه وتعالى. كفايه ان انت تعبت نفسك وفكرت ان انت تروي حد عطشان، وده ثوابه عند ربنا عظيم. انا بقى ان شاء الله باذن الله مش عايزه اخد الثواب ده لوحدي، بحبكم في الله، عايزاكم تشاركوه معايا وعايزاكم تعملوا الثواب ده انتوا كمان معايا. عايزه كل حد عنده حد متوفي بيحبه زي ما انا ما بحب والدي ووالدتي الله يرحمهم، وبحب كل الناس اللي توفت حتى اللي ما اعرفهاش. انا مشفقه عليهم وعايزه ابعت لهم ثواب في قبرهم، هنهدي لهم الثواب ده. على فكرة انت هتاخده وهم هياخدوه، ده ربنا كريم. انت بتعبد رب ايه؟ رب كريم، رب جميل. ما تضيقش واسع، ما تقولش لا يا انا يا هم، لا ده انت وهم والميتين تعرفهم واللي ميتين اللي ما تعرفهمش. اهدي الثواب لاكبر عدد ممكن وكل الناس هتاخده معانا ان شاء الله باذن الله، طول ما هنا في نيه خالصه لربنا سبحانه وتعالى، وطول ما هنا في قلب سليم. ما تشيلش هم حاجه، ربنا سبحانه وتعالى بس يقبل مننا، واحنا مش عايزين اكتر من كده. عايزه بس طلب اخير منكم، الفيديو ده مش عايزاه يقف عندك. لو انت بتحبي النبي عليه الصلاه والسلام شير الفيديو ده علشان خاطر انت متخيل النبي هيفرح بينا قد ايه لما يشوف امته يعني بتشارك بعض في الحاجات الحلوة دي، حاطين ايديهم في ايدين بعض عشان يخلوا الفيديو ده يلف مصر كلها، عشان كلنا كده نبقى نازلين في الشوارع ماسكين ازايز ميه بنوزعها في الحر اللي احنا فيه دوت. فاكيد النبي عليه الصلاه والسلام هيفرح بينا. شير الفيديو ده، فعلوا هاشتاج شوربة ماء، ده الاسم اللي انا عايزة اسميه للحملة بتاعتي، شوربة ماء، علشان خاطر ان شاء الله باذن الله باذن الله ناخد الثواب مع بعض. وجايز يكون الفيديو ده هو سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لينا في الاخرة. اوعى تستهون، ويلا شير، يلا سقع ميتك، يلا انزل هات ازايزك، يلا انزل هات كوباياتك. الخير جميل بيسيب اثر في قلبك، ما بيسيبوش اي حاجة تانية صدقني والله العظيم. وانت يا ست الكل ويا ست البيت اللي واقفه تعبانه وشقيانه علشان خاطر تسقي اولادك، انت كمان على فكره تقدري تاخدي الثواب ده وانت قاعده مكانك معززه مكرمه. ازايز الميه اللي انت بتغسليها ديت وبتحطيها في التلاجة تسقى عشان عيالك يشربوا منها وعشان جوزك يشرب منها وعشان اهل بيتك يشربوا منها ايا كان هم مين، حطي كده نية في قلبك ان انت وانت واقفه بتغسلي الازايز دي وبتمليها وبتحطيها في التلاجة ان يا رب عايزه اخد ثواب ان انا رويت حد عطشان في الحر ده. والله العظيم هتاخديه، مش بقولك بتعبدي رب كريم. يلا بقى يا ست الكل شيري الفيديو عشان كلنا ناخد الثواب مع بعض. تحياتي للجميع، مروه مغرب.